بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. اخبار نادي الزمالك. فريق الكره يستأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحه لمده 4 ايام. فتره التوقف الدوري فتره مهمه جدا 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 للفريق، تصحيح الاخطاء، تعديل المسار، اعاده النظر في امور كثيره جدا. عشان كده هيبقى في جلسه مهمه ما بين جون اودوارد وما بين يانيك فيريرا، هيتم خلالها مناقشه عدد من الامور الخاصه بالفريق. من هذه الامور بعض اللعيبه اللي هي ما شاركتش خلال الفتره اللي فاتت، والاسباب ايه؟ من هذه الامور اعتذار سيف الجزيري للجهاز الفني وعودته الى التدريبات الجماعيه. من هذه الامور تراجع مستوى بعض اللعيبه زي ناصر منسي. وايه اللي حصل ناصر منسي؟ هداف الفريق الاسطوره، ايه اللي حصل له الفتره اللي فاتت دي؟ من هذه الامور بردك تصريحات فيريرا في المؤتمرات الصحفيه، تصريحات غير مسؤوله. الراجل بيتكلم يعني من قلبه بنيه سليمه، ولكن مش كل شيء يتقال، لان كل شيء بيتقول زي ما هم عايزين. زي ما قال مثلا النقيشو وعبد الحميد معالي، بالرغم ان عبد الحميد معالي منتظم في التدريبات الجماعيه، بعدها طلع قال لك ان الراجل مش عايز عبد الحميد معالي، وعبد الحميد معالي هيروح مش عارف فين، والقصه والروايه والحكايه، وهيتدرب مع الناشئين. فكل الامور دي هتتناقش خلال الفتره الجايه دي. طبعا معروف ان مجلس الاداره وافق على طلب جون اودوارد ان هو يدي فرصه للمدير الفني في الفتره الجايه دي. قدامه فرصه بقى لحد 14 اكتوبر، لحد مباراه غزل المحله يوم 4 اكتوبر. بعدها يبقى في فتره توقف دوري حوالي اعتقد 3 اسابيع. فلو في اي تغييرات هيتم بقى في الفتره دي. الراجل اديله فرصه، فلازم يقعد معاه ويتكلم معاه في الامور دي كلها. يمكن في ازمه في مجلس اداره الزمالك دلوقتي. ايه الازمه دي؟ الازمه دي هي المستحقات الماليه. المستحقات الماليه، النادي ما فيهوش فلوس، النادي عنده مشكله دلوقتي، ازمه ماليه. اللعيبه لها مستحقات من السنه اللي فاتت والسنه دي. وجون اودوارد هيعمل ايه؟ لا ناقه له ولا جمل. الراجل هيصرف من جيبه. في وعد مجلس الاداره ان هم هيدبروا الفلوس الفتره الجايه دي، ولكن لابد ان دي مشكله زي تتحل. مش عايزين بقى يبقى في اسباب او حجج او مبررات للعيبه ان احنا ما خدناش فلوسنا، ان احنا مش عارف كذا. بس الراجل عمل لهم نظام جديد اللي هو نظام الشهريه، زي ما بيقولوا نظام الشهريه، ان كل شهر بتاخد جزء من فلوسك. لكن هل مجلس اداره هيقدر يوفر كل شهر؟ دي بردك مشكله تانية. حتى الجهاز الفني نفسه ما خدش مستحقاته الماليه. الفترة الجاية بردك فترة مهمة جدا بالنسبة لبعض اللعيبة اللي المفروض يتم حسم أمرهم، زي محمد السيد. محمد السيد يقال إنه وقع النادي الأهلي. النادي الأهلي متفق معاه هيديله في السنة 10 مليون جنيه. والزمالك عرض عليه أقل من كده بكتير. أعتقد الزمالك عرض 3 مليون، يزيدوا مليون، يعني يوقع 5 سنين. يعني لسه ما وصلوش للحل يعني. ولكن زي ما قلنا قبل كده ان الاهلي متفق معاه، وده هيبان الفتره الجايه. مش غريب على النادي الاهلي. النادي الاهلي زيزو، كهربا، امام اسمه ايه ده، امام عاشور، بن شرقي، دلوقتي بيدور على جوميز. مش غريب على النادي الاهلي انه ياخد من الزمالك يعني. اوجوستي بتاع السله كتير. ما تنتظرش يعني النادي الاهلي ما ياخدش يعني. محمد السيد ده مشكله، ازمه جديده يعني. هل هيتكرر السيناريو بتاع زيزو مره اخرى؟ ده اللي خايف منه مجلس اداره نادي الزمالك. جون اودوارد هيحدد بقى الراجل الواد ده موقع يعني، او اللعيب ده هو موقع الاهلي ولا مش موقع الاهلي. نشوف القصه دي ايه وحكايتها ايه بالظبط. جون اودوارد برضك هيعمل قعده مع اللعيبه عشان يتكلم معاهم بقى، يعني خروج عن النصر، تعليمات، الحماس، الروح القتاليه، قتال على الدوري. انت قدامك فرصه والله السنه دي انت تفوز بالدوري، قدامك فرصه. معرفش يعني، انت لو ضيعت هتبقى انت اللي ضيعت الفرصه دي، خصوصا في ظل المنافسين. برضك المنافسين بتوعك مش على مستوى يعني. قدامك فرصه ان انت تنافس على بطوله الدوري.
اخر حاجه للاسف الشديد استمرار المهزله الكرويه اللي موجوده في الوسط بقى، الحضري، احمد حسن، شوبير، القصص دي كلها استمرار مهزله بكل المقاييس يعني. وللاسف الشديد مفيش تدخل من اتحاد الكوره حتى الان. كل التوفيق للزمالك وجمعه مباركه عليكم يا رب. شكرا.